اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده من اكتر الفيديوهات اللي طلبت منكم انتوا، وهو ازاي نذاكر انجليش ثالثه اعدادي مهما كان المنهج اتغير او كده. بس من الاخر ازاي نذاكر انجليش ثالثه اعدادي ونجيب فيه الدرجه النهائيه. كطالبه لسه خارجه من ثالثه اعدادي والحمد لله قفلت الانجليش. مفاجاه كمان، المعلومات مش بس مني، يعني انا كماما مدرسه انجليش فهي عارفه ازاي الامتحانات بتتحط وكده، واهم الحاجات اللي نركز عليها فانا اخدتها منها وهقول لكم دلوقتي عليها. يلا نبدا الفيديو. اول حاجه هنبدا بيها واللي هي الكلمات. في الغالب هتلاقوا ان الكلمات شويه كتير عليكم، فازاي تحفظوها، ومش بس تحفظوها لا انتوا فعلا تبقى معاكم لغايه اخر الترم وانتوا حافظينها، مش محتاجين تراجعوا عليها كل فتره. اقول لكم الطريقه اللي هي اصلا مثبته علميا في الحفظ وكده، وماما كانت دايما بتقولي عليها، وهي يا جماعه ان انتوا لما تحفظوا الكلمه ما تحفظوهاش لوحدها وتنزلوا بيها سطر طويل كده، ده غلط جدا جدا او كده. ليه؟ لا، فانتوا مش هتحفظوها لفتره ابعد، وحتى لو حفظتوها فانت هتاخدوا وقت كبير جدا ان انتوا تحفظوها. وهي ان انا كنت الكلمات اللي عندي باخد كلمه مثلا عايزه احفظها وبحطها في جمله. طيب انتوا لو مش عارفين تعملوا جمله لوحدكم هتعملوا ايه؟ هتدخلوا على ترجمه جوجل على التليفون، لابتوب، اي حاجه، وهتكتبوا الكلمه بالعربي. مثلا في كلمه معينه عايز تحفظوها تحطوها في جمله على ترجمه جوجل بالعربي وهو هيترجمها لكم بالانجلش. كده الجمله كامله تاخدوها وتفضلوا تكتبوا فيها في الكراسه عندكم حوالي 7 مرات. وبعدين هل هتثبت؟ لسه هي هتثبت الى حد ما، يعني ممكن تثبت بس محتاجه مراجعه بعد فتره. فاحنا هنعمل ايه عشان تثبت كويس جدا؟ يا جماعه بجد انا بقول لكم النصايح دي من القلب لان انا لسه بعملها حتى الان. فانتوا هتعملوا ايه؟ الكلمه هتفضلوا تبصوا عليها وتبصوا على العربي بتاعت الكلمه مش الجمله. انتوا خلاص الجمله حفظتوها في جمله تمام عشان تفتكروها بشكل اسرع. فدلوقتي هتمسكوا الكلمه اكيد في الملخص بتاعكم او في المذكره بتاعتكم، الكلمه بالانجلش والمعنى بتاعها جنبها، صح؟ تفضلوا تقراوها حوالي، انا بقراها بصراحه والله العظيم بقراها على عقل صبري كده، دي ودي ودي ودي. فبفضل اقراها مثلا على دول 15 دول، وافضل اقراها من العربي للانجليش، من العربي للانجليش، وبس كده حرفيا اضمنوا الكلمات تمام التمام. في حد دلوقتي هيطلع لي يسالني طيب دي طريقه كبيره جدا، انا هعمل ده كله عشان احفظ كلمه واحده؟ فخليني اقول لكم يا جماعه ان ده احسن من ان انتوا كل شويه تفضلوا تحفظوا سطر صف كامل وتنزلوا بالكلمه، تنزلوا وبعدين اصلا بعد فتره هتنسوها. احفظوها من الاول احسن، افضل من انكم تفضلوا كل شويه محتاجين تراجعوا عليها عشان انتوا مش حافظينها كويس وكده. اضمنوا ان انتوا حرفيا هتبقوا فل الفل في الكلمات لو عملتوا الطريقه دي. على تاني حاجه اللي هي نتكلم عن ايه؟ تاني حاجه تمام، نتكلم عن الجرامر. كنت ازاي بذاكره وازاي انتوا ممكن تذاكروه. الجرامر يا جماعه بتاع ثالثه اعدادي حرفيا انا بالنسبه لي كمرام كانت تافهه جدا، وفي طبعا كان مش كويس معايا. ويا جماعه هعيد واقول ان انا ما كنتش دحيحه في ثالثه اعدادي، ولكن بقول كده من تجربتي الشخصيه. فاكيد كلنا بيجي علينا اوقات ان انت مش بتكون حافظ ومراكم والكلام ده. جه عليا الوقت ده كتير جدا، كتير، كل فتره كانت تجيني الوقت ده. مش بقول لكم ان انا كنت بيرفكت في ثالثه اعدادي كلها وان كل حاجه كانت سهله عليا، بالعكس كان بيجي اوقات بجد كنت بعيط من كتر التعب. عشان كده ما تتضايقوش وتفكروا ان كل الناس كانت في ثالثه اعدادي كويسه واي حد بيدي نصايح في ثالثه اعدادي كان كويس. كلنا بنغلط، كلنا بنتضايق، كلنا بنراكم، كلنا بنعمل كل حاجه. بس اهم حاجه مين اللي هيصلح؟ انت اللي هتصلح، انت بنفسك هتصلح نفسك، عشان مفيش حد هيجي ينقذك ويقول لك الامتحانات قربت ومش عارف ايه. ده بالنسبه للجزئيه دي كنت عايزه اوضحها. جرامر كنت بعمل فيها ايه؟ هي بصراحه كانت سهله، ولكن زي ما قلت لكم كان اوقات يعني في حاجات تكون صعبه وكده. فانا كانت بما اني ماما مدرسه انجلش فانا كنت باخد عندها في الدرس، فاي حاجه مثلا واقفه معايا وماما مشغوله كنت بعمل ايه؟ كنت بتابع القناه دي في المذاكره، قناه دروس اونلاين. كان بيشرح زمان اللي هو الانجليش، فتحفه تحفه تحفه. بيكون الشرح اصلا 5 دقايق 3 دقايق بالكتير، واوقات كمان لما بيكتر جدا بتكون 6 دقايق. فما تقلقوش خالص، فيديو صغير وفي نفس الوقت حرفيا هتطلعوا باقصى استفاده. فده بالنسبه للجرامر، والباقي هتذاكروا، يعني اهم حاجه المذاكره مش اكتر. تالت حاجه واللي هي الباراجراف. كنت وعداكم في فيديو قبل كده ان انا لازم اتكلم عن الموضوع ده في فيديو لوحده عن الانجليش، فالنهارده فضلت لكم بقى. الباراجراف يا جماعه انا ما كنتش بحفظه نهائي، ولا كنت بحفظ مقدمه ولا النهايه ولا اي حاجه كنت بحفظها. كنت بدخل الامتحان بالفهم بس. مثلا باراجراف عن التلوث، تمام، فكنت بعملها ازاي؟ كنت بفضل اكتب ايه نعمل ايه عشان نمنع التلوث، ايه الحاجات اللي بتسبب التلوث، كانكم بتكتبوا تعبير عربي. فبتفكروا الاول بدماغكم
تمام، بتفكروا الجمله اللي هتكتبوها بالعربي بعدين تبداوا تكتبوها. واهم حاجه تركزوا عليها، نصيحه مني، اساسيات تعرفوها بمعنى اصح. يعني في اساسيات في الباراجراف لازم تكونوا عارفينها. كل جمله جديده تحطوا الحرف كابيتال وبتسيبوا زي مسافه كلمتين في البدايه كده بين كل قطعه جديده. ده اساسيات في الباراجراف. ولازم تكون في نهايه كويسه، ولازم يكون في بدايه او مقدمه يعني تبداوا بيها الموضوع. مش تدخلوا كده على طول انك ما تعملش كده والكلام ده، لا خالص. تبدا تعرف ايه هو تبدا تعرف ايه هو التلوث وكده. فده بالنسبه لي الباراجراف. المحادثه كذا حد كان باعت لي في الكومنتس ازاي نحل المحادثه. واخيرا هقول لكم، بصوا عشان اكون صريحه معاكم، انا لسه كنت في حصه المستر من كام يوم في الانجليش يعني في اولى ثانوي. فكان بيقول ان في احتمال ان المنهج بتاع الاعدادي او ثالثه اعدادي، الاعدادي كله عامه يتغير ويمسحوا ويحذفوا الباراجراف ويحذفوا الحاجات دي. فانا ما اعرفش، بس هو ده اللي انا سمعته. ما شفتوش على النت او كده، بس ده اللي انا سمعته. ولكن خليني اقول لكم برضه، ده ربما ما يتلغيش حاجه، ولكن انتوا لو تعرفوا هل فعلا ممكن تلغي او لا، او سمعتوا مثلا من مصدر موثوق، فاكتبوا في الكومنتس عشان غيركم يستفاد. بس خليني برضه اقول لكم المحادثه كنت بحلها ازاي. المحادثه عايزه تمرين يا جماعه، عايزه تعرفوا الاساسيات. اعرف اشرحها لكم عشان انا مش مدرسه، فشوفوا حد متخصص. هتلاقوا ممكن احط لكم فيديو هنا، هشوف لكم فيديو يكون يساعدكم ان تحلوا المحادثه، هحط لكم هنا ان شاء الله. زائد ان الحل كتير للمحادثات، دايما لو معاكم ملخص هتلاقوا ان في محادثات كده كتيره 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 في نهايه كل درس، فحلها كلها. وعايزه برضو حفظ كلمات، لان هو ممكن يتكلم عن موضوع معين في المحادثه دي، فاحفظوا كلمات كويس. ومع التمرين الكتير هتحلوا المحادثات بكل سهوله. بالنسبه للمحادثه، عشان انا بصراحه الحاجه الوحيده اللي شايفاها في المحادثه هي الحل الكتير، زائد انك تكون عارف الاساسيات. طيب لو انت ضعيف جدا 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 في الانجليش تعمل ايه؟ اول حاجه، مفيش حاجه اسمها استسلام ابدا ابدا ابدا. مهما كان مستواك ضعيف في اي حاجه، لازم تركز ان انت عايز خطه تناسبك وانك تعملها عشان تنقذ نفسك. ابداوا في وسط المنهج، في وسط الدراسه عادي، ابداوا كل شويه اسمعوا فيديوز مثلا عن حاجه معينه انتوا ضعيفين فيها وبس. يعني اهم حاجه بجد انك تحاول كده. ده بالنسبه لفيديو النهارده، اتمنى من كل قلبي ان هو يكون مفيد بالنسبه لكم وعجبكم. وبس كده، تشتركوا في القناه لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وحطوا لايك للفيديو ده. بجد عايزين نوصل لاكبر قدر ممكن، لان كل مره تسمعوا الفيديوز بلاقي كميه مشاهدات عاليه، اللايكس كده. طب ايه ده يعني؟ انتوا ما عجبكمش الفيديو للدرجه دي؟ بس كده. ولو اشتركتوا اعملوا زر الجرس عشان ان شاء الله الايام الجايه هنزل فيديوز كتيره جدا حسب طلباتكم، عشان انا بصراحه عندي افكار، ولكن افكاركم انتوا برضو اللي انتوا عايزينها يعني اكتبوها في الكومنتس. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. هنبدا برضو بسلسله المحتوى الروتين، اللي هو روتين ايام الدراسه وكده، لو انتوا محتاجين الحاجات دي. فبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. باي حلوين.